بيبدأ المسلسل سنة 2022 مع بطلتنا آن، وبنشوفها ماسكة التليفون وبتطلب الطوارئ، وبيكون النزيف حواليها في كل مكان، وبتصرخ في التليفون عشان حد يلحق جوزها تاي بسرعة. وفورا بننتقل لتاني يوم وهو يوم الجنازة، وبنعرف ان تاي للأسف حياته انتهت بفعل فاعل، وبنته سوب اللي ما كملتش 6 سنين واقفة ولابسة الاسود هي كمان. وعلى طول بيتم استدعاء آن للتحقيق، والغريب انها بتكون مبتسمة وهادية جدا، والمحققين من بره غرفة التحقيقات بيكونوا مستغربين جدا من الابتسامة اللي مش مفارقة وشها، وشايفين ان ده مش طبيعي. وبتبدأ آن تحكي ان تاي كان ولد وحيد ملوش اخوات، وفقد اهله في الثانوية، وبتقول انا بقى فقدت اهلي بدري قوي. وبتجدد المحققة الاسئلة ليها عن المرسم اللي لقوا فيه جثة تاي، وبنعرف ان هما الاتنين رسامين، وآن بتشتغل مدرسة رسم في مدرسة ثانوي، وبيبقى ظاهر على ملامحها لا مبالاة، وعمالة بترسم اثناء اسئلة المحققة ليها، وبترد بمنتهى الثبات وبتفهمها انها ليلة الجريمة كانت لسه راجعة من بره، وشافت حد لابس ماسك وخارج من باب المرسم، بس ما شكتش انه يكون عمل حاجة، لان معظم اللي بيترددوا على المرسم بيكونوا بنفس النمط كده. وبنتفاجئ من المحققة لما بتعرفها ان جوزك الليلة دي رفض كل مواعيده، واي حد بعت له او كلمه أكد عليه إنه ما يجيش خالص، وخصوصا بنت معينة كده وبتعرفها اسمها. فبتشرح لها إن أنا وهو كنا متفقين نقضي الليلة سوا، لأن بقالنا فترة بعيد عن بعض تقريبا من وقت ما ولدت سوب بنتنا. ساعتها المحققة بتعرض عليها صورة وشاح لو في مسرح الجريمة، فبتوضح لها إن الوشاح ده يخص البنت اللي لسه ذاكره لها اسمها دلوقتي. ولما بتلمح لها المحققة بإن أنت شاكة إن كان في حاجة بينهم، يعني بتفسر لها إن الموضوع مش كده خالص، هي بس بتحترم تاي وشايفاه مثل أعلى ليها مش أكتر. وللحقيقة رد آن ما بيكونش مقنع، وبيخلي المحققة تشك فيها، وبتسألها عن الصورة اللي بترسمها دي لنفس المتدربة ولا لا، بس بترد آن بلا، ده نفس الشخصية اللي شفتها خارجة من المرسم. وأثناء ما بتكون في استراحة من التحقيق، المحققة بتلاحظ على إيد آن أثار كدمات، وبتتخيل إن هي اللي خلصت على جوزها، والكدمات دي أثر دفاعه عن نفسه. وللأسف رد آن عليها بيأكد شكها لما بتقول لها لا أنا متعودة على كده، أي خبطة في جسمي أثرها بيروح متأخر قوي. وبتفضل بطلتنا موجودة كتير جدا في المركز، والمحققين مش عارفين يعملوا إيه، فبيستعينوا بالمدعي العام سيونج، وبيشرحوا له كل حاجة حصلت بالظبط اللي بيشك فيها من أول ما بيشوف صورتها بعد اكتشاف الجريمة، وبيتخيل نظرات عينيها، وبيأمرهم يطلقوا صراحة لأن مفيش سبب قانوني لاحتجازها كل ده. ورغم إنهم بيكونوا مستغربين، لكنه بيبقى واثق وعارف كويس هو بيعمل إيه. وبعد ما بتمشي بيطلب منهم يسلموه القضية وهو هيحلها، وبيفضل متتبع آن في كل مكان تروحه دايما، وبيستغرب انها بتشتري مشروب كحولي وعايشه حياتها تمام. وبيمشي وراها بعربيته، وبيلاقيها بتبدا تنظف نفسها وترش برفيوم، فبيتأكد انها اكيد بتخون جوزها. لكن كل ظنه بيقع اول ما بيكتشف ان كل ده عشان تجيب بنتها من المدرسه، والمشروب الكحول بتشربه لوحدها في البيت عادي، ولسه هيصرف نظر عن شكه فيها، بس بيرجع له تاني لما بيلاقيها عرض اغراض تاي للتبرع الخيري. وتاني يوم بيشوف فيديو على الانترنت الان وهي مع الطلاب، وبيبقى واضح قد ايه محبوبه جدا منهم، يعني مش سهل تبقى مجرمه بعد كم اللطافه والهدوء اللي هي فيه ده. بس وقتها بيجيله تليفون من المحققه بتعرفه ان البصمات اللي حوالين الجثه تم ازالتها بماده من ضمن مواد المرسم بتستخدم فعلا لازاله اي اثار. فعلى طول سيونج بيروح لمكتب بطلتنا في المدرسه عشان يفتش فيه، وبيلاقي فاتوره ب10 ازايز لنفس نوع الماده دي. بس قبل ما يمشي آن بتوصل وبتلاحظ وجوده، لكنه بيتنكر في انه ولي امر طالب وكان بيدور عليه مش اكتر. وبيرجع على المركز بعد ما استدعوا البنت اللي شاكين في امرها، ولما ما بيلاقيش فايده بيأمر المحققه تستدعي آن هي كمان، وبيأكد لها انه هيقف يراقب طريقتهم سوا من بعيد. وفعلا ده اللي بيحصل، وبنشوف آن وهي بتسألها ايه اللي خلاكي تيجي المرسم في الليله دي رغم انه اكد عليكي في كذا رساله ما تجيش، يا ترى كنت بتحبيه وهل كان شعور متبادل؟ ومن ردة فعل البنت بانها بتسكت وبتوطي راسها وهي منهاره، بتتأكد ان جوزها كان بعيد عنها لان كان في بديل. وبيبدأ سيونج يبحث اكتر ويروح مخصوص لمسرح الجريمه، وبيحاول يتخيل الواقع بالظبط وايه اللي حصل، وبيكتشف ان اداه الجريمه اتبدلت. وعلى طول الشرطه بتيجي وبيقولوا الان ان البنت اللي كنا شاكين فيها مش هي الجاني، لان كان ليها حجه غياب، وفعلا اتاكدنا منها. ولما بتسالهم آن امال مين يعني اللي عمل كده، بيقبضوا عليها فورا. وهناك سيونج بيواجهها بخطوات الجريمه بالظبط زي ما يكون كان معاها، وبيقول لها انت دخلتي من باب البيت وكنت مستعده تتكلمي مع جوزك بهدوء وتتعاتبوا على كل اللي فات، لكنك شفتيه وهو في وضع مش احسن حاجه، كان بيلبس قميصه وفيه وشاح نسائي مرمي جنبه، وكمان مش متزن نهائي بسبب المشروبات الكحوليه الكتير. رحت ضربتيه على دماغه بالازازه اللي كانت معاكي، وكملت عليه وغرستي اداه حاده في رقبته، بعدها وزعتي ماده ازاله الاثار عشان بصماتك تروح، وبدلتي اداه الجريمه باداه تانية. وبيفاجئها انه لقى الاداه الاصليه وعليها بصماتها، ومهما تحاول تدافع عن نفسها ان الاثار موجوده على الاداه لانها من ضمن المرسم وهي بتنحت بيها عادي، واكيد حد دبر لها المكيده دي ما بيداش اي فرصه. وبيفكرها بالصوره اللي رسمتها وقت التحقيق
وبيقول لها يا مدام آن الكاميرات اثبتت ان محدش بالمواصفات دي خرج من باب المرسم زي ما قلت خالص، وبيواجهها بماضيها وان انت من 19 سنه لما كنت في الملجأ كان ليكي سابقه زي كده، وده بيدل انك شخصيه عدائيه. ممكن تفهميني انت انهي واحده فيهم، المدرسه الهاديه اللطيفه ولا المجرمه؟ وبيتم ترحيلها مع باقي المساجين وبتنام على الارض وهي قلبها ملهوف على سب بنتها، ويا ترى بتعمل ايه دلوقتي؟ والمحامي اللي هيدافع عنها بيجي لها في اليوم التاني بس هي بتنهار لانه مش مصدق انها بريئه، ومن شده غضبها بتجرح نفسها، وسيونج من بعيد شايفها وحاسس انها بتمثل مش اكتر. ولما بنرجع بالزمن بنشوفها وهي بتتكلم مع تاي في التليفون وبتاكد عليه انها تيجي بدري، وللاسف كانت فرحانه جدا. وفعلا اول ما وصلت شافت شخص ملثم زي اللي رسمته مش باين حتى ولد ولا بنت، وحاولت انها تداري نفسها منه لانها خافت بس ما ركزتش، ودخلت للمرسم لقت تاي مرمي على الارض زي ما شفنا في اول الملخص، فازازه المشروب الكحولي اللي كانت معاها وقعت من ايدها من كتر صدمتها. وفي مكان تاني بنشوف جثتين لزوجين وبنت قاعده وشايفاهم بيطلعوا في الروح ومش مهتمه خالص، وكل اللي مركزه فيه فيديو آن اللي بيتعرض قصادها في التلفزيون وهي مترحله من المحكمه وبتحلف انها بريئه، وبيبان ان البنت كانت لابسه باروكه وتقريبا بتحاول تخفي هويتها الاصليه. وفي المحكمه بيتعرض فيديو لجين وهي بتحاول تمثل الجريمه، وبتفتكر وقتها ان المحامي اكد عليها تتنازل وتقول ان هي الفاعله عشان يقدر يخفف الحكم عنها، لانها لو عملت كده عشان الخيانه فالموضوع هيبقى فيه التماس. بس جت آن في عز ما هي بتمثل افتكرت جوزها بجد وقالت لا انا ما عملتش حاجه، لا ارجوكم ساعدوني بقى ارجوكم، وفضلت تتوسل ليهم. وفي المحكمه بتاكد على كل كلمه قالتها وان مش هي الفاعله اساسا، بس بيتحكم على آن والمدعي العام بيكون مبسوط قوي. اما الزوجين اللي البنت نهت حياتهم فبتكون عايزه الشرطه تمسكها وبتفضل مستنيهم يجوا، وفعلا بيقبضوا عليها، وبنعرف ان اسمها يوني، وبتحكي انها كانت بتشتغل عند الزوجين دول في العياده وكانوا بيعاملوها وحش فحبت تاخد حقها بقى. بتكمل انها كانت عامله حسابها على كل حاجه، يعني الجريمه مع سبق الاصرار. ولما سالتها المحققه هي الاداه الحاده اللي معاكي اذيتي بيها حد، فبترد يوني لا لسه. وقتها بيترعبوا وبيتاكدوا انها شخصيه عدائيه من العيار التقيل وبيعرضوها على طبيب نفسي، بس هي بتهزقه بالطريقه وبتفهمه انها مش مجنونه وهو اللي قديم قوي في طريقته، لكن بتجاوبه زي ما هو عايز وبتوصف له قد ايه كانت مستمتعه وهي شايفاهم بيتلووا زي الفراخ البيضه في القفص او السمك الصحي على الجريل. ولما بنروح لآن بنلاقي صديقه عمرها جت تزورها وهي منهاره عشان خدت حكم قاسي جدا تقريبا مدى الحياه، بس لسه في مرافعات، والمفروض ان سب بنت آن عند صديقتها، بس لما آن بتسألها عليها بتعترف لها ان انا ابني عرف انك متهمه في جريمه وبنتك ممكن تبقى زيك فوديتها الملجأ بس هراعيها والله ما تقلقيش. وبتكون منهاره وهي بتحكي لها، بس طبعا آن بتبقى مصدومه وبتمشي وبتسيبها وبتروح على الزنزانه، وهناك بتتعرض للتنمر من واحده رخمه جدا الصراحه، فبتقوم لها آن وبتنفعل عليها وبتجري بكل قوتها، بس بعد شويه بنكتشف انها ما عملتلهاش حاجه خالص، وده بنعرفه لما يوني بتكون اترحلت للسجن، وفي طريقها بتشوف آن وما شايلينها لانها فتحت دماغها بنفسها، وبتفضل يوني بصلها وبتفتكر ان هي دي اللي شافتها في التلفزيون. ولما يوني بتدخل هي كمان الزنزانه الجماعيه بتجيلها واحده وبتقف قصادها على اساس انها الزعيمه وكده، وبتفضل تضرب في يوني عشان تفرض سيطرتها عليها من اولها، ويوني مستسلمه خالص للضرب والاهانه. لكن مره واحده بتقوم عليها وحرفيا بنشوف معنى كلمه بتنقض، وبتحذرها انها ممكن تجزر رقبتها خالص لو فكرت تلمسها مره تانية، وما بتقومش من عليها غير لما واحده من اللي واقفين بتضرب الانذار، فبتترحل يوني على زنزانه خاصه لوحدها، بس بتدخلها من هنا وبتفضل تصرخ وتدبدب عشان عندها فوبيا من خيوط العنكبوت، فبتنقلها الشرطيه لزنزانه تانية، بس اللي بنكتشف انها صديقه مقربه للعنكبوت، يعني بتعامله باحترام اكتر من البشر اساسا، وما بتبقى الصدفه خالص، هي بتكون مخططه عشان تبقى جنب زنزانه آن، وبتتكلم معاه من ورا الحيطه اللي المفروض ان فيها عازل قوي جدا للصوت، لكن يوني بتتصرف عشان يقدروا يسمعوا بعض، وبتتفق معاه انها ممكن تشيل عنها قضيتها كلها بس في المقابل تخلص على واحد، وبتشرح لها اصل وانا بعمل الجريمه ما لحقتش اخلص على الفرد الثالث اللي فيها، فكون شاكره اذا هتقوم انت بالواجب، وبتنبهها ان انا عارفه انك ممكن ما تصدقيش ولا تثق فيا بس هفاجئك واشيل الليله عنك عموما، وبتطلب منها تبحث في الجرايد لما ترجع الزنزانه العاديه من تاني وتجيب لها الاخبار الخاصه بجريمتها، فآن فعلا بتعمل كده. وقبل المحاكمه الشرطيه بتبلغ آن ان المحامي الخاص بها اتنازل عن القضيه، فبتفتكر اتفاق يوني معاها بانها تعين محامي جديد يكون عنده شغف كده وطولة بال يستنى يثبت براءتها عشان تشيل هي القضيه بارتياح اكتر. وفي المحاكمه الخاصه بيوني وسط الجريمه البشعه اللي عملتها بتطلب تعترف بجريمه كمان، وهي انها قضت على واحد تاني من فتره قريبه، وقتها المحكمه بيحصل فيها حاله هلع غريبه، وآن في الزنزانه بتتابع الاخبار ومش مصدق اللي حصل، وانتشر خبر براءتها عشان يوني هي اللي خلصت على تاي جوزها، وبيتقابلوا صدفه في استراحه السجن والدنيا بتمطر، ووقتها بتحس آن ان دي نفس الطلة اللي شافتها فعلا للجاني ليلة الجريمة، وبتفضل واقفة ومستغربة جدا لحد ما يوني بتنادي عليها وبتقولها بالتوفيق بس ما تنسيش
وعند المدعي العام بيتوبخ من الرئيس لانه سجن واحده ظلم، وده بعد اعتراف يوني باللي حصل. وبيكون سيونج متضايق جدا وواثق انه ما اخطاش في جميع الادله، وبيقرر انه يثبت الكذب اللي يوني بتكذبه. وبالنسبه بقى ليوني نفسها هي وان فبيترحلوا سوا، وفي العربيه بتفتكر ان الكلام اللي قالته لها وانها تتخيلها هي اللي خلصت على جوزها بجد وتشوف هتعمل ايه. فبتفضل ان تتخيل لحد ما بتنط عليها وبتعضها جامد من رقبتها، وفعلا يوني بتبقى خلاص هتطلع في الروح بس ملامحها بتفضل هاديه. الفيديو بيتصور وبيوصل لسيونج عشان يتاكدوا انه مفيش بينهم اتفاق، وان ان فعلا موجوعه من الجاني اللي بهدل حياتها بالشكل ده. بس اللي عملوه ما بيدخلش على سيونج بجنيه، وبيقرر يكمل في تحقيقه وبيقعد مع يوني عشان يسألها عن التفاصيل. والمخيف بجد انها بتبقى حافظه كل الخطوات بالظبط، وبتتخيل نفسها بنفس الزي اللي ان فعلا قالت عليه. ولما بيحب سيونج يوقعه ويقول لها بعد ما دخلتي غرست الاداه في رقبته، بتقوله لا انا الاول ضربته على دماغه. حتى عدد الخبطات اللي خبطته بيها المرحوم عظم الله اجره بتكون حافظاها، لدرجه انها كمان بترسم مسرح الجريمه كويس جدا وبعنايه. وده بيبقى هيشيل سيونج زي ما فيش اي غلطه بالشكل ده. والرئيس عند سيونج بيكون متضايق جدا من نتيجه التحقيق، وبيرمي الورق في وشه وبيقوله بصوت عالي المفروض انك رحت عشان تجيب دليل على كذبها، خليتها تتصدق اكتر بعد كل اعترافها بالتفاصيل كده. وعشان سيونج ينهي الجدل ده بيطلب اذن من القاضي انه يروح بنفسه ويشوف الزنزانه اللي كانت فيها ويعرف هي ازاي قدرت تتواصل مع ان. ولما بيوصل هناك الشرطيه بتعرف ان الغرف كلها معزوله عن الصوت وصعب جدا يسمعوا بعض، ولو اتكلموا لازم يبقى صوتهم عالي وساعتها اللي بره هيقدروا يسمعوهم. وبيخلي الفريق يجرب. في الاول مش بيسمع، لكن بتيجي مسجونه وبتقول لهم سعاده الباشا انا كنت بسمع عادل اللي جنبي لما كنت في زنزانه لوحدي. بيروح بسرعه يجرب بنفسه، ومن اول صوت بيسمع على طول، فبيقطع العزل وبيكتشف ان الحيطه فيها ثقب بيعدي الصوت منه. وبيخرج يسال الشرطيه هي ان وجين كانوا رقم كام، ولما بيعرف انهم 10 و11 بيروح بنفسه ما بيلاقيش حاجه للاسف، والحيطه ما فيهاش اي ثقب نهائي. وبنرجع بالوقت وبنشوف يوني وهي بتسد الثقب اللي كانت عاملاه. وفي الحاضر بيطلب سيونج يتفتشوا تفتيش ذاتي، ولما الشرطيه بتمنع عشان ده في تعدي على حقوقهم بيبلغها انه امر من القاضي. بس في النهايه ما بيلاقوش اي ادانه عليهم برضه. ويوني بترجع زنزانتها وبتفتكر لما كانت بتسال ان لو قابلت الجاني، فردت انها تقرمش رقبته بسنانها، وبتشيل بقى اللزقه من على رقبتها واللي فيها النزيف من بعد ما عضتها زي ما شفنا. وبيتعين محامي جديد لان زي ما طلبت، وفعلا الشغف لسه مالي وشه وفرحان قوي. وبالنسبه لسيونج يا عيني بيكون خلاص برج من عقله هيطير. ده بيوصل بيه الوضع انه يحط يوني على جهاز كشف الكذب. بس المصيبه بقى انها بتكون متمكنه في ردات فعلها جدا، وهي نفسها اللي بتكذب على جهاز كشف الكذب. فسيونج بيتعصب وبيسالها وبيزعق لها يعني انت ما اتفقتيش مع ان، يعني انت اللي خلصتي على جوزها. فبتضحك بصوت عالي جدا، وده بيخلي الجهاز يحصل فيه مشكله. وفي الاخبار بيتم اعلان ان ان بريئه، والمذيع بيقول كلام يقطع القلب عن ان الكل اتفقوا ضدها وحرموها من بنتها وتخلوا عنها. وشويه كمان بيبقى هيشغل عصام صاص، وصاحبتها في البيت منهاره لا هي اول واحده اتخلت عنها. وبتخرج بطلتنا من السجن، وبيكون المحامي واقف مستنيها ومعاه صوب بنتها. فبتجري بسرعه ومش بترضى ترد على الصحافه خالص. بتكتشف بحضن بنتها اللي بتلاقي فيه الامان، وبتبقى عارفه ان تمن الحضن ده هتدفعه غالي قوي. وبتوصل انا عند بيتها بتلاقي كلام ايجابي كتير من كل اهل الحي اللي حواليها، وبنتها بتبقى فرحانه قوي. وللحقيقه المحامي بيكون متعاون جدا معاه. وبعد ثواني من دخولهم البيت بتيجي مسؤولة المراقبة وبتفهم آن إنها تركب لها جهاز تتبع وممنوع تقلعه خالص وإلا هتتعرض للمساءلة القانونية، وليها أماكن بس محددة تروح لها، ولو في أي مكان حصل فيه مشكلة أو جريمة من الآخر يعني أي عوق وهي فيه هتكون أول المشتبه فيهم. وفي البيت بتفضل تتخيل طاي معاها وبتكون حزينة جدا. وبنرجع للسجن من تاني، ويوني بتطلب مسكنات من الشرطية وبتفضل تتحايل عليها، او يعني بمعنى اصح بتترجاها، وبتوعدها انها هتبلعهم قدامها. في نفس الوقت ده بتكون ان مع بنتها وبتقضي معاه وقت جميل، بس واضح على سوب انها خايفه قوي ومش عارفه ترجع طبيعيه تاني. وعند وقت النوم بتجيلها صاحبتها تخبط عليها وهي منهاره، ولان ان بتحبها فعلا فبتضربها بالقلم على وشها لانها خذلتها. والصراحه على المصفوعه مستحمله وساكته، وبتعرفها انها جابت لها الاكل اللي بتحبه. وفي عز ما ان منهاره بتسالها طب جبت مخلل، وبيتصالحوا وبيحضنوا بعض بعد ما بياكلوا طبعا. وبتدخل انا على اوضتها وهي في قمه سعادتها بقى، بس بتفتكر كلام يوني ليها انها لو ما نفذتش اتفاقهم هتغير اقوالها ومش هترحمها لما ترجع السجن ابدا. وعلى طول بتقوم وبتبحث عن اسم الولد وكل حاجه عنه، وبتعرف انه كان شاهد على قواضي ابتزاز وهو لسه طالب يعني. اما يوني فبيجي لها كوابيس من مواقف حقيقيه حصلت واضح فيها انها تعرضت لظلم كتير هي واهلها، وده اللي لسه هنعرفه قدام شويه. وبتبقى قلقانه وبتحاول تسال المحامي يعني لو المجرمه غيرت اقوالها، قصدها على يوني، لكن المحامي مش بيديها فرصه للتفكير ده عشان اساسا مفيش دليل غير اعترافها، يعني لو غيرته كل حاجه هترجع لمطرحها تاني. والمجرمه بقى وقتها قصدي يوني بنعرف انها بتاخد حبوب المسكنات وبتخبيهم
واخيرا بيظهر سيونج من تاني في حياة ان وبيقعد معاها في المطعم وبيحاول يجاريها في الكلام ويفهمها انه ما ظلمهاش وهي لسه متهمه قصاده، فبترد عليه بنبره فيها حزن وبتقول له انت مش همك حاجه طبعا، اهم حاجه تثبت انك مش غلطان يا سياده المدعي العام. ويوني بيتطوع للدفاع عنها، اشهر محامي ومش طمعان لا في شهره ولا حتى فلوس، ومحدش عارف هو ليه اساسا اختار يدافع عنها. فبتوافق وبتطلب منه يسلم ورقه بتديها له الان، وفعلا بيعمل كده بس ما بترضاش تفتح الرساله قدامه وبتاخدها معاها للبيت. ومن ذكاء يوني بتكون عامله محتوى الرساله يبان انها بتطمن عليها، بس ان فاهمه ان ده تهديد وبتاكد عليها انها تقول الحقيقه في المرافعه ويا ريت تكون موجوده وتستمتع بقى بالحقيقه. وفي وقت تاني بنكتشف ان في حد بيراقب ان وقدر ياخد لها صور كتير في مواقف واوقات مختلفه، يعني هي متراقبه ومستهدفه بس مش واضح برضه من مين. المهم انها بتروح عند الولد وبتغرس الأداة في رقبته، بس بتكتشف انها بتحلم، واول ما بتقوم من النوم بتلاقي بنتها بتنزف والولد واقف لها على باب الأوضة، بس برضه بيكون مجرد حلم. وبتصحى وهي لسه بتقرا رسالتها وبتجري تطمن على بنتها، بس اللي مش حلم بقى انها بتلاقي في خيال بيتحرك عند باب بيتها، ولما بتتبعه وبتفتح النور تلاقيه هرب، فبتجري وراه بعد ما بتشغل جهاز المراقبة عشان لو حصل لها حاجة يلحقوها، وبتدخل من شارع لشارع وممر لممر، والغريبة انه بيكون بنفس المواصفات اللي شافتها قبل كده ليلة جريمة جوزها، وبتجري وراه بكل سرعتها حتى لما بيخبطها موتوسيكل ما بتيأسش وبتقرر تكمل، لكنها ما بتكونش قادرة، وبيقف الملثم باصص لها في عينها. وقتها بتفتكر يوني وبتشك انها ممكن تبقى هي، وخصوصا انها اكدت عليها ما تشغلش بالها باي حاجه ممكن تشوفها وهي بره السجن خالص. وفي السجن بيكتشفوا ان يوني مش موجوده وبيقلبوا مصلحه السجون كلها عليها لغايه ما الشرطه بتوصل، وبتكون ان فاكراهم هينقذوها ويقفوا جنبها، وبتفضل تقول لهم ده هناك اهو قبضوا عليه هو اللي خلص على جوزي، لكنهم بيعتقلوها هي بكل غشوميه. وفي المصلحة بيعملوا حملة تفتيش قوية جدا وعاجلة عشان يلاقوا يوني اللي بتكون اختفت فص ملح فعلا وداب، وبيجروا على كاميرات المراقبة اللي بيبقى جزء كبير منها متعطل، والمحامي بيعرف اللي حصل مع ان ومسؤولة المراقبة بتكلمه، فبيقوم بالبيجامة وبيعنف الشرطيين عشان قبضوا على ان بالشكل العنيف ده، وبيدافع عنها وبيفرجوا مع الفيديو اللي كاميرات المراقبة صورته، وبنعرف ان محامي يوني هو اللي بعتوله، وبيأكد للشرطيين ان هم قبضوا على واحدة عندها إصابة في رجلها من أثر اصطدامها في الموتوسيكل، وبينبههم انها فضلت تترجاهم كمان يقبضوا على حد بيطاردها وانتوا سبتوه يهرب. وقتها الشرطي بيعتذر وبيتنحنح كده شوية وبيمشي، وان جوه بتلعب مع بنتها وبتلزق لها ستيكر على جهاز المراقبة اللي في رجلها، والمحامي بيدخل وبيطمنها ان الموضوع بسيط، بس هيشددوا للأسف المراقبة عليها أكتر وبيحذروها إن بعد كده الموضوع ممكن يكبر. وأخيرا بيقدروا يلاقوا يوني موجودة في مستشفى المصلحة عشان جالها فوبيا خيط العنكبوت، وطبعا احنا عارفين إنه أي كلام بس عمرنا ما نروح نقول. من ناحية تانية بتحاول أن توصل للشكل اللي شافته وتقرب الملامح بينه وبين يوني وترسم وترمي في الورق كل شوية، وما بتكونش عارفة إزاي ممكن تكون خرجت من السجن، وكل اللي بيدور في دماغها كلام يوني ليها بإن مش كل اللي تشوفه يبقى حقيقي، وبتحذرها إنها تحترم الاتفاق بدل ما توريها الجنان على أصوله. وأخيرا يوني بترجع الزنزانة الجماعية من تاني والكل بيرحب بيها وبيعملها تعظيم سلام، وسيونج المدعي العام بيفضل يركز في كاميرا المراقبة وبيلاحظ ان ان كانت بتبص على الملثم وبتقول قبضوا عليه هو اللي خلص على جوزي، فبيفهم وقتها انها مش معترفة ان يوني هي الجاني الاساسي، وتأكد انه فعلا ظلم ان. وبنوصل ليوم المحاكمة ويوني بتفضل تبص حواليها، فالمحامي بينبهها ان ان في الجزء الثاني من القاعة، وقتها بتستغرب يوني وبتسأله عرفت منين اني ببص عليها، فبيفسر لها ذكائه بانه شافها وهي داخله المحاكمه، وكمان الجواب اللي بعتته معاه عشان كده جمع انها بتدور عليها، اكيد يعني مش هتدور على عيله المجني عليهم يعني. وبنلاحظ وجود كاميرا متوجهه على وش يوني، فبتستغل ان المحامي بيترافع وبتتكلم من خلال الكاميرا وبتحرك شفايفها بشكل ملحوظ عشان ان تشوفها وتحذرها فيها ان مفيش وقت وخلاص لازم تتحركي، بس سيونج بيكون قاعد وبياخد باله منها، فبيقف وسط القاعه وبيعرف القاضي باللي حصل وبيطلب يعرضوا تسجيل الكاميرا، وعشان يوني ما بيهماش حد خالص بتمسك المايك وبتقول ما بقاش في وقت خلاص يلا اتحركي، بس بعد كده بتوضح لكل الموجودين انها بتكلم اللي باقي من حياتها اهو ما بقاش في باقي خلاص، لان ما فيش وقت خلاص فيها ولازم تبدا تتحرك قبل ما المستور يتكشف، وبتخرج وقبل ما تترحل تاني على المصلحه بتقف تبص لان، وسيونج بياخد باله من النظرات المتبادله بينهم وبيحس انها ماسكه زل عليها بس مش عارف ينقذها منها ازاي، وعلى طول ان بتقرر تاخد خطوه جديه وتريح نفسها من وجع القلب ده، وبترجع تراقب الولد من تاني وبتلاقيه بيدخل المدرسه قصاد جده، وبعد كده بيهرب ومقضيها بقى بلاي ستيشن ولعب مع اصحابه، يعني فاشل وصايع وكمان مبتز ما فيهوش ميزه الله يخرب بيته. وتاني يوم بيكون عندها ميعاد متابعه مع مسؤوله المراقبه، وهي نازله من عندها بتاخد بالها ان الولد اللي بتدور عليه موجود،
وبيركب مع الاسانسير، فبتفضل ماشيه وراه وبتبقى خلاص هتنتهز الفرصه، لكن بينقذوا منها عربيه جده اللي بتديله كلاكس عشان يركب، فبترجع على طول على مسؤوله المراقبه وبتعمل نفسها قلياني عزمها على اكل سخن، وبتوقعوا عليها بالقصد عشان تخليها تدخل الحمام وتغيب شويه. وبتكون في الوقت ده قدرت تسرق معلومات اكتر عن الولد ده لانه تبع ملف قضيه يوني، ما هو من اهل الضحايا. واول ما بتخرج الشرطيه بتفتكرها بتعرف تفاصيل قضيتها هي، وبتنبهها انها تقدر تطلب منها اللي هي عايزاه. في البيت بتكتشف بقى البلاوي اللي الواد ده عملها، وانه متهم في قضيه بسبب انه بيصور البنات في اوضاع مخله غصب عنهم، وبسببه في ناس انهت حياتهم. من ناحيه تانية بنشوف مسجونه وزنها زايد شويه وشويه بنات ملمومين عليها وبيضربوها لانها خارجه خلاص قبلهم، والبنت مش بتقدر تدافع عن نفسها لغايه ما بتفقد وعيها، ومهما يفوقوا فيها ما بتفوقش. ساعتها بتيجي يوني وبتفضل تضرب على القفص الصدري بعزم ما فيها، وبتبقى نيتها انها ترجع لها التنفس بشكل طبيعي تاني، بس الشرطيه بتيجي وبتضرب يوني على دماغها، وبتفوق يوني والبنت موجوده، وبتعرفها انها حكت لهم على كل حاجه وان هي اللي انقذت حياتها. والشرطيه بتتاسف ليوني، وتاني يوم بتكون قاعده مع المحامي اللي بيستغرب من الساعه اللي لابساها، بس هي بتفهمه انه والله يا عزيزه عليا. من ناحيه تانية اكتر من 4 رسائل ورا بعض بيتبعتوا الان كتهديد من يوني بان سرها يتفضح، وبتكون متوتره جدا وبتقعد مع المحامين وهي عايزه اي ثغره تثبت ادانه يوني غير اعترافها، بس ما بتلحقش توصل لحاجه لان مدرسه بنتها بتتصل بيها وبتبلغها انها تاهت منهم في الرحله اللي طالعينها، وهم في المول حاليا. فبيجروا كلهم على المول وبتفضل تدور في كل مكان، حرفيا ما بتسيبش مكان مش بتروحه. وبتبقى سوب وقتها ماسكه في ايد واحده ورايحه تشتري لها حاجات، بتعمل شوبينج وان بتطلع في الروح عادي. واخيرا بيجي تليفون لان بمكان بنتها، ولما بتروح بتلاقيها فعلا ولبسها متغير خالص ومبسوطه جدا، ولسه بتشكر اللي عملت كده مع بنتها. بنكتشف ان دي المسجونه اللي يوني انقذتها، وبتبلغها رساله من يوني بمنتهى السعاده اللي في الدنيا، وبتقول لها هي بتسلم عليكي وبلغتنا اعرفك ان بنتك في عينها لو حصل ايه ما تخافيش. وده بيبقى تهديد صريح طبعا. وبيجي المحامي وبيلاحظ التوتر على ان وبيحاول يتكلم مع المسجونه، بس هي بتخاف وبتبدا تبعد. فساعتها ان بتجري تقاطع كلامهم على طول وبتفهموا انها مش عايزه فضايح تاني، بقى كفايه اللي حصل. وعلى طول بتقرر ان مفيش وقت ولازم تتصرف في موضوع الولد ده. وبنلاقيها فجاه عنده في البيت بحجه انها عامله صيانه لفحص الغاز في عز الليل، والمطر ذكيه جدا ما شاء الله. واثناء ما هو قاعد بيلعب ومش واخد باله بتقف وراه، فبيلف لها وبيحس ان في حاجه غلط. وقتها بتخاف وبتحاول تداري اداتها الحاده، لكنه بيشك فيها، وهوب بتدور بينهم معركه بتنتهي انها بتصعقه بالصاعق الكهربائي اللي معاها عشان تشيل حركته وبتحاول تخلص عليه. ومره واحده بنلاقيه فعلا طلع في الروح بين ايديها، وعشان تتاكد بتمسك اداه حاده وبترفعها لاقصى درجه وبتنزل بيها وبتغرسها فيه. وفي لحظتها بنلاقي النزيف بينزل من تحته، وبتبتدي ان تصور الجريمه عشان تبعت الصور ليوني زي ما طلبت منها، وبعدين بتخفي اثرها حاجه في حاجه. من ناحيه تانية بتبقى مسؤوله المراقبه جات لها لان ان بلغتهم ان جهازها اتكسر، وهي اصلا عملت كده يعني. والمسؤوله بتكون واقفه على باب البيت وبتحس ان في حاجه غلط، ومهما تخبط محدش بيفتح، لكن ان بتبقى جريت باقصى سرعتها ووصلت قبلها وعملت نفسها لسه خارجه من الحمام وكانت بتاخد دش، وبتتحجج وبتدخل تلملم اي اثار على وجود نزيف، وبتبدل لبسها بسرعه. ومن بره بتحاول المسؤوله تركز اكتر في الكركبه اللي في شقتها، لكن مش بتوصل لحاجه خالص. وبعد ما بتمشي بتقعد مع نفسها تراجع الصور اللي صورتها، وبتقوم وبتولع في كل اللبس عشان تخفى اي دليل، وبتبعت الصور في طرد لمحامي يوني عشان يوصله لها على طول. وبيروح فعلا في خلال يوم يوصله لها، وهي اول ما بتبص في الصوره بتفضل متنحه فيها. وساعتها المحامي بيستأذنها لو تعرفوا ايه اللي معاها، لكنها بتاكل الصور. لا هي مش بتاكلها، تعبير مجازي، هي بتاكلها فعلا وبتبلعها كمان. وبيحاولوا يوقفوا على اللي بتعمله، لكن بيبقى خلاص الوقت عدى وفات. وبتروح على زنزانتها وبتفضل تفتكر في تفاصيل الصورة لأنها بتكون شاكة إن آن ما تقدرش تعمل كده. وفي مركز الشرطة بنشوف الجد وهو بيبلغ عن حفيده إنه اختفى بقاله تقريبا يومين، حتى كمان بيسأل صحابه في المدرسة بس محدش بيدله على حاجة. وآن بتحاول تبحث عن أي أخبار، وبتكتشف ان فعلا كل الصحف بتتكلم عن اختفائه. وبالنسبه ليوني بنعرف هي كانت بتخبي الادويه ليه، وده عشان تاخدهم كلهم دفعه واحده وتخلص على نفسها بنفس ذات نفسها. ولما بتعمل كده وهي نايمه بتقرب عليها مسجونه شابه اسمها يانج وبتقولها على فكره انا عارفه ايه اللي حصل، هو فعلا يستاهل العقاب، انا كنت معاها. وبتبقى يوني تقريبا بتطلع في الروح ومش عارفه مين دي، وفجاه بيرن جرس الانذار وبياخدوها على المستشفى. وساعتها ان بتفتكر لما يوني عرفتها انها لازم تزورها وتحكي لها اللي حصل وازاي اتخلصت من الولد، فبتتنكر في زي دكتوره وبتروح لها فعلا للمستشفى وبتحكي لها على اللي عملته والخطوات بالظبط. بس يوني بتسالها انت فعلا خلصتي عليه، فبتوريها صور عشان تثبت لها
وبتثبت فعلا انها ما بتفهمش لان كل صورة ليه رقبته في وضع مختلف. وبنرجع بالزمن وبنعرف انها ما قدرتش تخلص عليه، ولما رفعت ايدها وغرستها كانت في ايدها هي، يعني جرحت نفسها بنفسها وفوقته وفهمته انه لازم يخلي باله عشان حياته في خطر، ونزلته المخزن وقفلت عليه. وفي الحاضر بتتحايل عليها وبتقولها انه لسه صغير وهي خلاص خليته يعيش مرعوب وهيفضل طول حياته مستخبي، بس بترد يوني عليها وبتبلغها ان الولد خلاص حياته انتهت. من ناحية تانية بنشوف الجد بعد ما قدر يوصل لمكان حفيده بس بيبقى محطوط في التلاجة وفعلا فقد حياته. ولما بنرجع ليوني بتعرفها ان في صورة وصلت لها كانت حقيقية، وده معناه ان في حد تاني مراقبها وهو اللي عمل كده. فبتمشي آن من عندها وبتجري على بيت الولد عشان تتأكد، ما كانتش عاملة حساب اللي هتلاقيه الإسعاف والشرطة والصحافة الكل في البيت، بس الجد بيلمحها وكمان المحامي بتاعها اللي أول ما بتشوفه بتسيبه بسرعة وبتمشي بالعربية. ومحامي يوني بيكون قاعد معاه في المستشفى، ولما بتسأله أنت إيه اللي بيخليك تترافع عني واقف جنبي كده، بيجاوبها بصدقيني مراتي اللي اقترحت عليا مش أكتر لأنها متعاطفة معاكي. فبتحس إنه طري قوي وبتسيبه وبتتفرج على التلفزيون. على الجانب الآخر المدعي العام بيصمم يجيب آخر القضية خالص بقى ولازم يقفلها ويدور ورا الولد المجني عليه، وبيكتشف انه كان بيهدد بنت بصور وفيديوهات كتير هو اللي اجبرها عليها. ده غير انه بعتها لكل اللي اسمهم متسجل على موبايلها. وبالنسبه لحياه البنت فكان عندها اخت اكبر منها وتوفت في حادثه حريق، وبعد انتشار الفيديو وسمعتها اللي بقت وحشه جدا هي وابوها خلصوا على نفسهم. وده مش كلام مرسل، ده كله مذكور في ملف قضيه المرحوم اللي الحمد لله الناس اترحمت منه والله. فبيشك المدعي ان يوني ليها علاقه بالعك ده، وبيروح لها ويبلغها ان اكيد هي اخت الضحيه ويمكن عملت حكايه الوفاه دي وخلاص عشان تعيش بشخصيه تانيه، وعشان كده لفقت الان الغلبانه جريمه وخلتها تخلص على الولد في مقابل تبرئتها من جريمه تاي جوزها. وبصراحه ذكي جدا فما بتحبش يوني ترد عليه، وقبل ما تسيبه وتمشي بتعرفوا ان آن مش هي اللي خلصت على الولد. وآن في الوقت ده بتكون مستنيه صاحبتها تجيب لها ثوب بنتها من الحضانه، وبتتفاجئ ان الجد جه لغايه عندها وبيحاول يعرف منها هي ليه كانت موجوده وقت ما اكتشفوا اللي حصل لحفيده، بس بيبقى باين عليه انه فعلا شاكك في حاجه. ولما بتقوم تعمل له شاي بتاخد بالها من انفعاله في الكلام وهو بيحكي عن منظر حفيده اللي شافاه، وبيبدا يقرب عليها فبترمي الميه السخنه في وشه وبتجري، لكنه بيقدر يجيبها وبيشدها من رجليها. فبتمسك الزهريه وبتضربه بيها على دماغه وبتخرج جري تركب عربيتها. ومع انه راجل عجوز بس جاكشان في نفسه قوي بيقف قصاد عربيتها وبينام على الكبوت عشان ما تتحركش. وفي النهايه بتقدر آن تتحرك، وعند المدعي بيلاحظوا ان جهاز مراقبتها خرج بره الحدود، ولما بتكلمها مسؤولة المراقبة بتكنسل عليها. ونسيبنا بقى من آن دلوقتي خالص ونرجع لسنة 2019 وقت فيروس كورونا. كانت يوني من ضمن المتطوعين على الحدود، ومرة واحدة أختها بعتت لها رسالة وأكدت عليها ما تفتحهاش خالص، بس يوني فتحتها ولقت إن فيها فيديو وحش جدا لأختها وبيتم الاعتداء عليها من نفس الشاب اللي المدعي العام شك ان بينه وبين يوني طار قديم. وبعدها على طول اختها بعتت لها رساله ان هي خلصت على نفسها، وكمان ابوها حصلها اول ما شاف الفيديو. وللاسف بتكون نفسها تروح تدفن اختها وابوها او حتى تنزل لبلدهم، بس ما بتقدرش بسبب انهم قفلوا الحدود عشان الحجر الصحي والجائحة اللي كانت بتمر بيها البلاد. وبعد كمية محاولات فاشلة بنلاقيها بتعور نفسها من كتر تعنيفها لنفسها، بس مفيش فايدة، محدش بيتعاطف معاها. وبنرجع للحاضر من تاني وبنشوف السجينة اللي صحت يون قبل كده وهي بتحاول تخلص على نفسها، وبنعرف انها تبقى صديقة قديمة لاخت يوني وبتبقى مأذية جامد جدا. ويوني هي اللي بتعرفهم ازاي يعالجوها. اولا بتضربها قلمين على وشها يفوقوها، وبعدين بتداولها جرحها وهي صاحيه. ومن ناحيه تانية بيكون المدعي العام في بيت آن وبيكتشفوا الملابس اللي كانت بتحرقها موجوده، يعني كده الجريمه تقريبا لابساها، وبيبداوا يدوروا عليها. وبيروح للمحامي الخاص بيها بس هو ما بيكونش عارف مكانها، حتى لما بتتصل بيه بيعمل نفسه بيتكلم في الايجار وحاضر يا فندم ادفع المتاخر. بس سيونج المدعي العام بيشك وبيطلب من المحققه تتحرى عن الرقم اللي بيكلمه، وبيكتشف انه من تليفون عمومي وقريب منهم، فبيتاكد ان هي آن وبينزلوا يفتشوا عنها ويعملوا دوريه في الحي، لكنها بتقدر تهرب منهم وبتروح على المستشفى على طول ليوني. ولما يوني بتلاحظها بتبقى قاعده بتتكلم مع المحامي بتاعها وبتعمل نفسها بتشرب ميه وبتمشي وراها الحمام. وللاسف الصوره اللي يون اكلتها هي دلوقتي دليل براءة آن، وبتبدأ يوني تحذرها ان في حد عايز يوقعها في مصيدة وعارف كل تحركاتها. ومرة واحدة الدنيا بتتقلب والإنذار بيشتغل بسبب وجود الشرطة والمحققين، وبتكون يوني بتحاول تهرب وكمان آن. بالنسبة لآن فبتقدر تهرب من المستشفى، أما بالنسبة ليوني الشرطية بتمسكها وبتكون لسه هتسلم نفسها، بيجي الجد وبيخلصها من الشرطية وبيغرس هو في بطنها أداة حادة وبيبقى فاكر انه خلص عليها خلاص، بس بنشوفها تاني يوم بعد ما تم نقلها للمستشفى. وسيونج بيروح هو ومحامي آن وبيعرفوا منها أخيرا الحقيقة كلها وكل الاتفاق اللي تم بينها وبين آن. بتأكد لهم إنها ما خلصتش على جوز آن ولا تعرفوا أساسا. ساعتها سيونج بيتعاطف مع آن
وبيحس قد ايه هو ظلمها وهو اللي وصلها للنقطة دي. لكن الكارثة بجد إن إن بتنزل اعتراف على قناتها على اليوتيوب بتقول فيه إنها فعلا خلصت على جوزها بس ما قربتش ناحية الولد التاني خالص، وحكت هي كمان الاتفاق اللي بينها وبين يوني من الأول. وعلى الناحية التانية بنشوف المسجونة اللي يوني أنقذتها وهي بتحكي لها إنها عارفة زميلي الحفيد اللي السبب في كل ده، وبتأكد لها إنه جالها زيارة وعارف مين المتهم اللي خلص عليه. وبنرجع بالوقت لقبل ما إن تنشر لنفسها أي فيديو اعتراف أساسا، وبناخد بالها إنها راحت للمتحف اللي فيه الأعمال الفنية الخاصة بجوزها، وبتلاحظ إن اللوحة اللي رسمها بنفسه قدامها فيها حاجة متغيرة. وساعتها بيجي لها محامي يوني الراجل الكبارة ده وبيعرض عليها يساعدها، وبتبقى لسه هتديله رقمها عشان يساعدها وكده. بتتفاجئ بصورته منوره في الشاشه وراها وما بيكونش واضح المشكله، بس بتترعب منه. ولما بيجي يجري وراها عشان يلحقها بيبص على الشاشه هو كمان، وبيعرف انها فهمت حقيقته اللي احنا اساسا حتى الان مش فاهمينها. واثناء ما هي ماشيه بتخبط في واحده وبتحس انها شافتها قبل كده، وبتقف شويه تفتكر شافتها فين، وبيطلع هي دي الملثم اللي كل شويه بتظهر لها. والمصيبه اللي محدش عامل حسابها انها طلعت مرات المحامي يوني، والملعب ولع على الاخر بقى. وبتقرر ترسمها برضه عشان تتأكد. وبعد ما بتوصل خلاص لقرار أكيد عن كشف هوية الملثم وبتعرف إن هي الزوجة، بتبعت الصورة لمسؤولة المراقبة اللي بتبلغ سيونج بيها. وهنا بنفهم إن كان في عداوة ما بين تاي وما بين المحامي ومراته، وده لما بتروح أن لعشيقة جوزها وبتسألها عن إيه طبيعة المشاكل بالظبط وبينه وبين المحامي. وقتها بتشرح لها إن تاي عرف الناس إن المحامي عنده معرض فيه لوحات مسروقة. من ناحية تانية المحامي ومراته بيوصلهم فيديو اعتراف بطلتنا إن، فالزوجة بتقلق جدا وبتأكد عليه لو ساب وراه أي أثر، لكنه بيطمنها وبيعرفها إنه هيتصرف أكيد. وبتبقى أنا واقفة بتراقبه ولسه هتصوره وتتتبعه بقى. بيجي لها رسالة من شخص مجهول إن بنتها معاه وبيبعت لها عنوان تجيله فيه، ويوني بتمسك قلم وبتفتح جرحها عشان ينقلوها للعناية. وفعلا اللي بتخطط له بيحصل، وبتكمل مخططها وبتقدر انها تهرب من المستشفى. وبعد ما بتوصل ان للمكان اللي اتبعت لها على الموبايل بتلاقيه الجد واقف ومجهز نفسه يخلص عليها. وبنعرف ان المحامي ومراته بعتوا له الفيديو اللي ان بتخلص فيه على حفيده للاسف اللي هو كانت بتمثل فيه عشان تقنع يوني، ولسه هيخلص عليها. بيجي سيونج فبتجري ان بسرعه وبتدخل لبنتها الاوضه اللي بتكون مرعوبه عليها وبتقفل الباب كويس قوي. حتى يوني كمان بتشرف، والظاهر ان الجد اللي عرف يربي حفيد ولا ابنه والله. وعشان ان تطمن على بنتها بتوديها لسيونج لانه اكتر واحد هي مطمنه له، لانها بتبقى عايزه تجيب اخر دليل لبراءتها. وسيونج بيسيبها فعلا تعمل اللي عايزاه. وفي عز ما المحامي ومراته بيندبوا بتكون يوني بتعترف لان بالحقيقه، وانها مش يوني، هي انتحلت هويه واحده صاحبتها توفت. وكل ده عشان تنتقم من خلفه العار اللي حاسبينه عليهم نفر، مع العلم ان بعد ما صاحبتها توفت يوني حرقتها عشان تبقى خلصت كل حاجه كده وكأن شيء لم يكن. وبيقدروا اخيرا انهم يوصلوا للفيديو الاصلي اللي ان ثابت فيه الولد وهو عايش، بس جه بعدها حد مش واضح شكله هو اللي خلص عليه. وبيروح يوني وان لبيتها واللي خوفنا منه حصل. بيلاقوا المحامي هناك وبيحاول يجرب نفس مادة إزالة البصمات من تاني، بس أن بتواجهه وبتعرفه إن مراته هي اللي عملت كل ده مش هو. وفعلا بنتأكد إن زوجة المحامي هي اللي كانت بتراقب أن ومدمرة حياتها الفترة دي كلها. فبيعترف لها ان مراتي هي اللي خلصت على جوزك، ما هو بسبب تعليقه ان لوحات مسروقه حصلت لنا مصايب في حياتنا. ويوني لما بتلاقيه بيهدد صاحبتها بتقرر تعمل حاجه صح وبتدافع عنها، وبتمسك ايديه وبتطعن نفسها بايده. وللاسف يوني بتفقد حياتها وبتبقى لسه بتطلع في الروح، فبتقرر تخليه يسافر معاها للرفيق الاعلى وبتخلص عليه. وفي المحكمه مراته بتبقى نفسها تلبسه هو التهمه، ما هو مش موجود بقى، لكن سيونج بيقدر يكشف كل جرايمها. وبنتاكد ان اعتراف ان بان هي اللي خلصت على جوزها كان مجرد ضغط منهم مش اكتر، لما افتكرت انهم خطفوا بنتها. واخيرا بينتهي مسلسلنا وبنشوف ان وهي مسافره للمكان اللي يوني كانت عايشه فيه، وبتكون لابسه الساعه بتاعتها في ايديها اللي هي اساسا اخدتها من صاحبتها اللي توفت بعدين حرقتها فيها الخير يعني. وبعدها بتعلق الساعه لمكان يوني بالظبط. وبس كده، ما تنسوش تقولوا رايكم. الفيديو ده سجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه احمد العربي. سلام.